لا. تمام يا جماعه، هنا سؤال 100% في الامتحان، الاساليب بيرفكت. اساليب بيرفكت، تمام زي الفل. تعال نشوف اللي واقفه معانا بقى ومضايقانا، اللي هي العلاقه بين مين ومين؟ بين الفلسفه والدين والعلم. لازم نحط اساسيات نبقى عارفينها، يعني ايه موضوع، ويعني ايه منهج، ويعني ايه هدف. معايا يا شباب؟ يعني ايه موضوع، ويعني ايه منهج، ويعني ايه هدف. اولا، الموضوع يعني بيدرس ايه؟ يعني دلوقتي نادر بمدرس علم نفس، يبقى موضوع دراسه علم النفس. واحد مدرس تاريخ يبقى بيدرس تاريخ. واحد نجار يبقى بيدرس النجاره. قيمه الموضوع يعني بيدرس ايه؟ الفلسفه بتدرس كل حاجه في الكون، سواء الامور المعرفيه العقليه الجماليه، يتكلم بقى عن الفن والادب والمسرح والسينما، يكلمك عن الفيزياء، عن الكيمياء، عن الفلك، بيدرس الفلسفه العلوم، بتدرس كل حاجه. اذا موضوع الفلسفه دراسه ايه يا جماعه؟ كل الامور. تاني بنتكلم عن الدين والفلسفه. عاده انتوا ما تعرفوش ان زمان كان بيقول لك دايما الفيلسوف بيكفر بالله، وكانوا دايما بيحاولوا يبعدوا الدين عن الفلسفه، وكانوا دايما يقولوا ان الانسان اللي بيتعمق بالفلسفه بيكفر بالله. هو فعلا ممكن يؤدي للكفر، ولكن لو انت مش مؤمن بربنا هتكفر بربنا. ليه؟ لان للاسف الفلسفه بتخليك تفكر في كل حاجه، وما بتخليكش توقف دماغك، لدرجه ان انت ممكن تفكر في الذات الالهيه ومين اللي خلق الاله ومين اللي خلق ربنا والكلام ده كله. في الوقت ده لازم تعمل لدماغك ستوب، ابدا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارجع تاني. اكثر العلماء والفلاسفه حاولوا يقربوا ما بين الاثنين. اكثر الفلاسفه حاولوا يقول لك لا، الفلسفه مش بتودينا للكفر والالحاد ولا حاجه، ده الاثنين قريبين من بعض، والاثنين بيناتهم توافق، والاثنين بيناتهم تكامل، والاثنين بيناتهم اتصال، والاثنين بيناتهم ترابط. ازاي يا عم الحاج؟ قال لك هو كده. ليه؟ لان الفلسفه بتقول لك فتح عقلك، والدين برضه بيقول لك فتفكروا يا اولي الالباب، يعني برضه شغال دماغك. والفلسفه عايزه توصل للحقيقه، وبرضه الدين عايز يوصل للايه؟ للحقيقه. فقال لك ايوه، هو بين ده وده اختلافات بس بيناتهم ترابط. اوعى يقول لك بيناتهم انفصال وتختارها. الاثنين مترابطين، الاثنين متوافقين، الاثنين بيكملوا بعض. طب تعال نشوف الاختلافات. احنا عرفنا ان في حاجه اسمها الموضوع، موضوع الدين وموضوع الفيلسوف. الفيلسوف يا جماعه موضوعه بيدرس كل الامور، سواء المعرفيه اللي هي العقليه، اي حاجه عقليه تيجي في دماغك، الديمقراطيه والحريه والولاء والانتماء. يكلمك عن الامور الجماليه، برضو يكلمك مثلا وليكن عن الفن، عن المسرح، عن الرسم، عن الادب، عن السينما. اي حاجه يكلمك فيها في الكون مع الفلسفه. الفلسفه اصلا بتدرس كل حاجه في الكون، كل حاجه في الوجود، كل حاجه في العالم. عشان كده الفلسفه العلوم، وهي دراستها دراسه شامله وليس جزئيه. خد بالك، دراسه العالم دراسه نسبيه. يعني ايه؟ يعني بتعتمد على وجهه النظر. وطالما قال لك دراسته نسبيه او بتعتمد على وجهه النظر، لازم تختار الموضوع. يعني انا مش فاهم. يعني بالبلدي كده هتلاقي نادر يقول البتاع كفيلسوف يقول الله تصدق الشاشه دي جميله، واحد تاني يقول لك ده زي الزفت. تصدق الولد ده دمه خفيف، ده ابدا ده دمه تقيل. هتلاقي واحد يقول اه، واحد يقول لا، واحد يقول حلو، واحد يقول وحش، واحد يقول ايجابي، واحد يقول سلبي. ده يؤكد ان قوانين الفلسفه مش ثابته، نسبيه متغيره. ليه؟ لان كل واحد ليه وجهه ايه؟ نظر. كل واحد ليه وجهه نظر. يبقى اذا موضوع الفلسفه بيدرس الامور الكونيه كلها، الى جانب ان الدراسه بتاعتها نسبيه متغيره. ليه؟ لان وجهه نظري بتختلف والموضوعات كتيره، فكده كده. واصلا من سمات الانسان انه بيختلف. يعني يقول لك خالف تعارض، البت جانا بتقول كذا، طب والله ما انا عاملها، طب ما بتقولش كده، طب انا هعملها. يعني دايما بنحب نخالف بعض. يبقى اذا دراسه الفيلسوف نسبيه. قضايا الفلسفه قضايا نسبيه متغيره من شخص لاخر، ومن فيلسوف لايه؟ لاخر. تمام جدا. تمام يا مستر. لو انت رحت لرجل الدين، لا، تعالى بقى. رجل الدين موضوعه ربنا، صح؟ انا كمسلم ازاي اخلي ربنا يحبني؟ انت كمسيحي ازاي تخلي ربنا يحبك؟ اليهودي ازاي؟ اذا موضوعي انا كرجل اسلام، كرجل دين، بفكر في علاقتي بربنا ازاي اقرب له. هو
موضوع ازاي يعني اخلي ربنا بيحبني. وخد بالك بقى، رجل الدين مطلقه بقى مش نسبيه. القضايا بتاعته والافكار بتاعته والحقيقه بتاعته ثابته. ثابته مطلقه يعني ايه؟ هنا بقى مفيش وجهه نظر. مفيش وجهه نظر. يعني احنا ربنا بيقول لي هنا مثلا بصلي الصبح ركعتين، والعصر 4 ركعات، والظهر 4 ركعات، والمغرب 3. هنا بقى مفيش وجهه ايه؟ نظر. هنا في حقيقه ثابته. يبقى الفرق بين موضوع رجل الفلسفه بتختلف من واحد للتاني، لكن موضوع رجل الدين ثابت. ثابت، ما بتتغيرش. وعلاقتي بربنا، فدايما طول ما بيكلمك عن علاقتك بربنا ده الموضوع. ازاي بقى انا بصلي عشان اتقرب لربنا؟ ده الموضوع. انا راجل امين عشان بتقرب ربنا، ده الموضوع. مش انا بصوم عشان ربنا يحبني، ده الموضوع. دي حاجات ثابته ماشي عليها، ده الموضوع. طيب تمام، يبقى ده الموضوع. كلمه المنهج. المنهج يعني الخطوات. ايه خطوات الفيلسوف وايه خطوات رجل الدين؟ منهج الفيلسوف يا جماعه عقلي تاملي تحليلي. 3 كلمات بدور عليهم: عقلي تاملي تحليلي. يعني دايما الخطوات بتاعته بيفكر بالعقل ويحلل كل حاجه ويتامل في كل حاجه. يعني الواد نادر جه بص، انا عرضت دي على الشاشه، واحد مش عارفها بيعمل ايه؟ بيتامل فيها قوي كده ويبدا يقول ايه دي؟ ايه الثمره اللي مع المستر نادر دي؟ يا ترى دي لعبه؟ يا ترى بيبدا يحلل وينقد. هسال حاجه: هل الفيلسوف بيستخدم التجارب؟ لا. اوعى يقول لك تجارب وملاحظات ومعمل وتختار فلسفه. دايما الفيلسوف يقول لك امم عقلي تاملي تحليلي ادله براهين. بدور على ال5 كلمات: عقلي تاملي تحليلي ادله براهين. هي دي الخطوات اللي بيستخدمها رجل الفلسفه عشان يحلل اي حاجه. لا بيستخدم لا تجارب ولا ابحاث، لا هو كده بيفكر في كل حاجه، بيتامل في كل حاجه، بيحلل كل حاجه، بيشوف الادله، بيشوف البراهين. ده موضوعه، منهجه، اسف. خلاص ده منهجي. الايه؟ ما انا بقول لك اهو انت دلوقتي انت بتناقشيني في حاجه معينه، خلاص. طالب بيناقشني انا دلوقتي، واحد بيقول لي يا مستر نادي لو سمحت ايه منهجك؟ يعني ايه خطواتك عشان توصل للحقيقه؟ هقول له انا خطواتي اي حاجه بدخلها على عقلي الاول، بتامل فيها كل كويس جدا، والتامل اساس ان انا التحليل والمناقشه والتساؤل في كل جزئيه فيها، ان انا بسال عن الادله والبراهين بشكل كويس جدا عشان في الاخر اختارها او ايه، او ما اختارهاش. هو ده منهجي، هي دي خطواتي. فهمتي؟ زي بالظبط كده. اتفضلي. طيب اسمعيني، انا قلت لك كلمتين في الموضوع، حطيهم في حلقه في ودنك. دايما لما يكلمك عن موضوع الفلسفه هيقول لك بيدرس كذا او بيدرس كذا. تمام؟ تمام يا استاذه. بدرس الامور الجماليه، بدرس الامور المعرفيه، بدرس الكون، بدرس الوجود، بدرس العالم. الى جانب هيقول لك ان الحقيقه بتاعته نسبيه وبتختلف من شخص لشخص. حللي ال3 دول واكتبهم عندك. يجيب لك نادر بيختلف عن محمد يبقى في الموضوع، ومحمد نادر ليه وجهه نظر عن محمد، ده الموضوع. الحقيقه ثابته مش ثابته متغيره، يبقى ده الموضوع. نادر بيدرس الحقائق الوجود والعالم، ده الموضوع. فهمتي؟ يبقى دايما لما يقول لك حقيقه نسبيه يعني متغيره، كل واحد ماشي على مزاج، يبقى انا بختار مين؟ الموضوع. تمام يا استاذه؟ تمام. المنهج بقى، حط ال5 كلمات دول وقيدهم عندك: عقلي تاملي تحليلي ادله براهين. عقلي تاملي تحليلي براهين مناقشات فحص تحليل. تمام. تعالي بقى المنهج رجل الدين. ايه منهج اللي انا ماشي عليه؟
قال الله وقال الرسول، صح؟ مش منهجنا. يعني الفيلسوف يقول لك انا بمشي على دماغي، ادله بالبراهين، ماشي على دماغه. لكن انا كراجل مسلم مثلا قدامكم او راجل مسيحي، ماشي على ايه؟ ها، ماشي على مزاجي برضه؟ ايه مزاجي؟ ماشي على قال الله وقال الرسول. ما اتاكم به الرسول فخذوه، انهاكم عنه فانتهوا. دي كذا سمعا وطاعه، الرسول قال لي كذا سمعا وايه؟ وطاعه. هل هنا بقى في مزاج؟ في ان انا لا. يبقى منهج رجل الدين التسليم التام. يعني ايه التسليم التام؟ يعني هيقول لك الدين بتاعك امشي عليه، اتفضل. ماشي، هسلم بيها بقى، يعني خدي بالك. الموضوع في الدين انا بحاول اتقرب لربنا، منهجي اللي يقول لي عليها امشي عليه غصب عني، مسلم، مؤكد، ما ينفعش اغير. تمام؟ تمام يا مستر. طيب، الاثنين، الهدف بتاع الاثنين، الهدف بتاع الاثنين الوصول للايه؟ للحقيقه، ان هم يوصلوا للطريق الصحيح، ان هم يعرفوا الحق من الباطل. الاثنين هدفهم واحد. يبقى موضوع ده بيدرس كل حاجه، موضوع ده اتقرب لربنا، ربنا يقبلني، يا رب اقبلني عندك. منهج ده عقلي تأملي تحليلي، ده أدلة وبراهين. لكن منهج ده تسليم وقبول سمعا وطاعة. الهدف بتاعهم الوصول لمين؟ للحقيقة. طبعا من أكثر الناس الموفقين بين الفلسفة والدين كان واحد اسمه ابن رشد، كان واحد اسمه الإمام الغزالي، كان كتب كتاب عن الفلاسفة كفرهم، كان كتب كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، يعني موت وسقوط الفلاسفة. الكلام ده ما عجبش ابن رشد. ابن رشد قال له ازاي تشتم على الفلاسفة؟ انت بتكفرهم ليه؟ وجه كاتب كتاب اسمه تهافت التهافت، يعني ردا على الغزالي، يعني بيقول له لا احنا مش كفار ولا حاجة. وكتب كتاب مهم تاني قوي، قال لك كتب كده فصل المقال فيما بين الحكمة قصده الفلسفة والشريعة قصده الدين من اتصال. يعني انا هكتب كتاب بقى فصل المقال هيفصل الامور خالص ويعرفك ان الدين والشريعة او الفلسفة والشريعة قريبين من بعض. وقال لك ان الاثنين فيهم توافق، فيهم ترابط، فيهم تكامل. الاثنين عايزين يعرفوا من صانع الحياة، الاثنين عايزين يحققوا لنا السعادة، والاثنين على فكرة بيستخدموا العقل، بس العقل التحليلي المنفتح ده رجل الفلسفة. لكن العقل المرتبط بقرآن وأدلة أو دين بس، يعني ليه حدود معينة، عقلية الفيلسوف ملهاش حدود. عقلية رجل الدين لها حدود، اللي هي ايه حدوده؟ دينك، ربنا بيقول كذا وما بيقولش كذا، فما تفكرش ابعد من ده. تمام يا جماعة؟ تمام؟ بيرفكت؟ بيرفكت؟ تمام؟ حلو، تعالوا نطبق. بيقول لي تعالوا نطبق، بيقول لي إن الفلسفة تهتم بعدد من المفاهيم كالحرية والمصير والأخلاق والعلم في تصميم بناء فلسفي تشترك الأجيال، ويضيف كل جيل شيئا جديدا يعهد به لمن يجي اللي بعده. يعني يجسد ذلك اهتمام الفلسفة بقضايا الإنسان الفلسفية ولا العقائد الإيمانية الراسخة. خليك ذكي كده، هو الفيلسوف بيهتم بالإيمانية الراسخة؟ طب الحقيقة المطلقة، هل الفيلسوف كلامه مطلق ثابت؟ القبول والتسليم، هل الفيلسوف بيقبل كل حاجة ويسلم بيها؟ شوف خدوا بالكم، أنا لو أنا فاهم هستبعد ثلاثة هلاقي واحدة بس اللي صح. صح ولا غلط؟ لو أنا إنسان فاهم يبقى الإجابة إيه؟ صح، قضية إنسانية معرفية، كل ده يقول لك مفاهيم حرية ومصير، الثلاثة التانيين تبع الدين. فاقرأ الاختيار صح، ممكن ما تقرأش اللي فوق، بس أهم حاجة تشوف المطلب، هو بيسألنا عن الفلسفة ولا بيسألنا عن الدين؟ تمام. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي على الفرد المتفلسف أن يتمتع بالجرأة. الفرد المتفلسف يتمتع بالجرأة واليقظة وإثبات وجهة نظر بالبراهين والإقناع. يا ترى منهج
ولا موضوع ولا غايه ولا هدف؟ ليه؟ لانه قال لي ايه؟ قال لي براهين، صح؟ انا بحلل وانقد وفي ادله وبراهين، ده قلت لك ده في المنهج. شكرا يا مستر، جزاك الله خير. تعالى اللي بعديها، يقول لي ايه؟ ان الديانات القديمه كالمصريه والبابليه والاشوريه هي التي مهدت لظهور الفلسفه في بلاد اليونان لاول مره. يشير ذلك ان العلاقه بين الفلسفه والدين، وانا مغمض، توافق، تنافس، تناقض، تضاد. قلت لك توافق صح، تكامل صح، ترابط صح، توافق. اللي بعديها، اتفضل. بالظبط، الطريقه على طول، توافق، تكامل، ترابط، صح. الايمان قولي باللسان وعمل بالاركان. الايمان قولي باللسان وعمل بالاركان. تلخص العباره الدين من حيث انه، ده اختيار يا جماعه بس ما نزلش تحت، يبتعد عن علاقه الانسان بالله. هل بيبعدني؟ يدرس قضايا الانسان. هل الدين بيدرس قضايا الانسان؟ ده اللي بيدرس القضايا بتاع الانسان كلها الفلسفه. طيب، يسلم بالحقائق المنزله، يقوم على ما يفكر فيه الانسان. هي واحده اللي صح، هي الواحدة. اولا يبتعد عن علاقه الانسان بالله، يا راجل لا، ده احنا بنقول بنقرب، ده احنا بقرب لربنا. طب يدرس قضايا الانسان دي بتاع الفلسفه. طب يقوم على ما يفكر، التفكير ده بتاع الفلسفه، يبقى هي الوحيده يسلم تسليم وقبول سمعا وطاعه، يبقى هي الاجابه الايه؟ الصحيحه. ممتاز. بالراحه وانت تبص لقيت السؤال هو اتحل لوحده. واحد، ان الفهم الحقيقي للدين يؤدي الى المعرفه، فهو يمثل موقفا للفكر، والشريعه التي تتكلم عن الله هي في الحقيقه تتكلم عن الفكر نفسه. تثبت العبارة أن العلاقة بين الفلسفة والدين، إجابة توافق. خلاص انتهت. اللي بعده، أن الفلسفة اليونانية، نركز، التي وصلت إلى المسلمين لا يمكن أن تؤخذ على أنها الحق بعينه، بل يجب أن توضع في إطارها الصحيح، وهي تمثل ظروف عصرها ورأي صاحبها، يعني بتمثل وجهة نظر صاحبها. تبرر العبارة أن الفلسفة تهتم بإيه؟ يا ترى الفلسفة تهتم بإيه؟ القضايا والحقائق المطلقة؟ مطلقة؟ لا لا شكرا، اركني بعد إذنك، أنا عارف إن النسبة متغيرة. كل ما يفكر ويتأمل فيه عقل الإنسان تمشي، تمشي. بس نشوف التسليم بحقائق معينة، هو الفيلسوف بيسلم؟ طب القضايا والحقائق النسبية تمشي، صح؟ صح؟ طيب أنا كده عندي ممكن ب ودال، صح ولا لا؟ هنا ترجع للسؤال، ها ايه رأيكم؟ اقرأوا كده تاني. وصلت إلى المسلمين لا يمكن ايه؟ قضايا وحق. ليه؟ لأنه في الآخر بيقول لك ايه؟ كل واحد بيمثل رأيه، صح؟ في آخر كلمة بيقول لك ايه؟ ورأي صاحبها، يعني كل واحد له وجهة ايه؟ وجهة نظر. وطالما وجهة نظر يبقى أنا بختلف، ما كلمة نسبية يعني بتختلف من شخص لإيه؟ لآخر. ممتاز. اللي بعده، يرى الغزالي أن للجهد العقلي وظيفتان، أولهما إرشادي إلى الوحي والتصديق به، والثاني القيام بإدراك الوحي وإن أنت تفهمه. يعني تلخص العبارة أن الفلسفة متوافقة مع الدين. طب الفلسفة مكملة للعلم؟ الدين مكمل للعلم ولا الفلسفة معارضة للدين؟ تعال نشوف. هو فوق بيتكلم عن أي حاجة علمية، هو بيقول لي أن الجهد العقلي يبقى ده حاجة عقلية، يبقى فلسفة. وظيفتها أولا إرشاد إلى الوحي. الوحي يبقى بيتكلم عن مين؟ عن الدين. يبقى بيتكلم عن مين ومين؟ عن الفلسفة والدين. يبقى أكيد الإجابة إيه؟
بالراحة. تمام، ممتاز. اللي بعده. الفلسفة تقوم على القبول أو الرفض. الفلسفة تقوم على القبول أو الرفض، وذلك بمراجعه الاستدلالية المنطقية التي ينتقل إليها الفيلسوف. أما الدين فيقوم على فكر الطاعة والالتزام التام بما ورد إلينا عن طريق النقل. الطاعة دي هنا بيقول لي الاختلاف بين الفلسفة والدين في إيه؟ موضوع منهج غاية وسيلة. ها، جدع بت اللي قالت منهج ممتاز، لأن قلنا الطاعة، أنا بقول لك التسليم والقبول سمعا وطاعة، يبقى فين؟ يبقى في اللي بعد. أن الفلسفة تهتم بمجالات البشر المختلفة، وتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بخبرات سلوكه بكل ما يخص حياة الشخص الروحية والتي تجعله راضيا لخالقه. يعني أكيد دي واضحة قوي. موضوع منهج غاية وسيلة، بدرس كل حاجة والدين بيتقرب لربنا، يبقى أكيد مليون في المية الموضوع كلام زي الفل. اللي بعده. يقول الغزالي، ها إيه رأيكم؟ وضحت الفكرة؟ إيه رأيكم؟ تمام؟ بدأت تدخل دماغي. يقول الغزالي: العقل نموذج من نور الله، وبهذا النور يحاول المرء أن يكشف الوجود ويدرك ماهيته، يعني أساسه. تجسد المقولة العلاقة بين الفلسفة والدين من حيث إدراك الحقيقة لسعادة الإنسان، ولا إدراك حقائق مسلم بها، ولا دراسة الأوجه المتعددة للحقيقة النسبية، ولا دراسة موضوعات تختلف باختلاف الأفراد. لو خدتوا بالكم إجابة إيه؟ الوحيدة فعلا إدراك الحقيقة لسعادة الإنسان. شو بيقول؟ العقل نموذج من نور الله، وبهذا النور يحاول المرء أن يكشف الوجود ويدرك ماهيته. تعال بقى كده، هنا أنت بتقول لي إدراك حقائق مسلم بيها، يبقى خليت الفلسفة والدين الاتنين إيه؟ ثابتين. ما تنفعش، لأن هو بيقول لي الفلسفة والدين. طب تجي دراسة الأوجه المتعددة للحقيقة النسبية، خليتهم الاتنين نسبيين، مع إن الدين ثابت والفلسفة إيه؟ نسبية. طب اللي بعديها دراسة موضوعات تختلف باختلاف الأفراد، هي المختلفة مين؟ الفلسفة. صح؟ يبقى هتلاقيهم كلهم غلط، هي واحدة بس اللي صح فعلا، سعادة الأفراد. تعال اللي بعده. أن الفلسفة، اتفضلي. ما احنا بنختار اهو، مش احنا عمالين نختار فيهم؟ فين؟ لما يجي لي سؤال كده، يعني مثلا اديكي سؤال، زميلتنا بتقول امتى يختار الموضوع والمنهج، لو قال لك ايه؟ تقوم الفلسفة بدراسة كل الأمور الحياتية التي تحيط بنا، ثم يقوم بتحليلها وتتبع أدلتها وبراهينها. يبقى هنا جمع بين مين ومين؟ ها، الموضوع انه بيدرس كل حاجة، والمنهج انه بيستخدم الأدلة والبراهين. فهمت يا جنى؟ فهمت يا أستاذة؟ تمام؟ طيب آخر سؤال أو السؤال اللي معايا. أن الفلسفة معرفة ظنية لا يقع عليها الإجماع. ظنية يعني بتختلف من واحد للتاني، ما بيجمعوش عليها. بينما الرياضيات هي نموذج العلوم من حيث الدقة واليقين. تبين العبارة أوجه الاختلاف بين الفلسفة والعلم. هنا بقى هيدخل الفلسفة والعلم، بس طالما الفلسفة والعلم نقول لك الاختلافات نفس الموضوع بقى. هنا لما ينقل لي من الفلسفة والعلم والاختلاف، أول حاجة موضوع الفلسفة يا جماعة كلي معنوي مجرد. لازم تكتب الثلاث كلمات دول وتفهمهم عشان تعرف تختارها. هل الفيلسوف قلت لكم دراسة شاملة ولا دراسة جزئية؟ ها، شامل، يبقى دراسة كلية. يبقى كلية دايما لما يقول لك بيدرس الأمور الكلية اعرف إن ده موضوع مين؟ الفلسفة. طب كلي معنوي مجرد. معنوي مجرد يعني ايه؟ يعني ما بيدرسش الأمور المادية ولا المحسوسة ولا الملموسة، ده بيدرس الامور المعنويه المجرده. زي ايه يا مستر نادر؟ هيكلمك عن الشك، عن اليقين، عن الحريه، عن الجبريه، عن الولاء، عن الانتماء، عن الفضيله، عن الخير، عن الشر، عن الحياه، عن الموت. هل الحياه والموت بتتمسك؟
هل الشر والخير ده حاجات ماديه؟ هل الديمقراطيه والحريه والفضيله دي حاجات ماديه ولا حاجات عقليه معنويه؟ ها؟ اذا دايما موضوع الفلسفه بدور في الكلام ده كلي معناه مجرد. فدايما لما يقول لك امور ماديه اوعى تختار الفلسفه، محسوسه ما تختارش الفلسفه، ملموسه ما تختارش الفلسفه. تمام؟ تمام؟ يبقى ده موضوع الفلسفه. نروح لموضوع العلم. موضوع العلم يا جماعه عكسه بقى، اذا كان ده كلي يبقى ده ايه؟ جزء. يبقى لما يقول لك بنهتم بالجزئيات حاجه جزئيه يبقى ده ايه؟ جزئي مادي حسي. مادي حسي ده بيدرس بقى الحاجات الماديه المحسوسه الملموسه. عكسها الفلسفه غير ماديه غير محسوسه غير ملموسه. وصلت الموضوع هنا والموضوع هنا؟ تمام؟ تمام. طيب المنهج هو منهج الفيلسوف هناك، عقلي تأملي تحليلي أدلة براهين. تمام يا شباب؟ عقلي تأملي تحليلي أدلة براهين. كان رجل الدين سمعا وطاعة، صح؟ طب رجل العلم، رجل العلم تجارب وملاحظات وأبحاث. ده منهجه خطواته. هتقول له ده بيتكسر هيقول لك، رجل الدين يقول لك ايه؟ نشوف ربنا قال ايه. لكن رجل العلم يقول لك لا، تعالى نعمله تحت الميكروسكوب ونحطه تحت ونعمل تجربة. يبقى منهج رجل العلم دائما ملاحظات تجارب فروض قوانين. مش دايما لما اجي اعمل اي حاجه بيلاحظ الاول بعد كده يفرض فروض يحطه زي الدكتور. رحت تكشف عند الدكتور، الدكتور بيبدا يكشف عليك يعني بيلاحظك، وبعد كده بيحط فروض. وفروضه يعني ايه؟ يعني يفرق، ممكن يكون عندك الزايده، ممكن يكون عندك حصر، دي اسمها افتراضات. وبعد كده يقول لك اعمل لي الاشاعات والتحاليل دي اسمها التجارب، بيتاكد بالتجربه. وفي الاخر يعرف انت عندك ايه. يبقى دي الخطوات بتاع رجل العلم: ملاحظه، فروض، تجارب، عشان يوصل لقانون. يبقى ده المنهج بتاع رجل مين؟ رجل مين؟ رجل. طيب رجل الفلسفة بيهتم بالعلل البعيدة، العلل الغير مباشرة، العلل الأولية، الجذور، البداية. بمعنى زي ما قلت لكم بالظبط، دايما رجل الفلسفة مش بيقبل الكلام المبدئي وخلاص. يعني مثلا لو قلت لك ايدي هتقول لي شاشة، ولو سكت يبقى انت علل أولية، او اسف علل قريبة، يبقى انت كده عالم. لكن الفيلسوف دايما يقول لك يا الشاشه دي معموله من ايه؟ هتقول له معموله من الحديد مثلا. طب الحديد جاي منين؟ ده جاي من باطن الارض. طب جابوه ازاي؟ مش عارف من كذا. طب مش عارف. كل سؤال بيجيب سؤال، كل سؤال بيجيب سؤال. زي اخوك ما بيقعد كده جنبك يقول لك ايه ده؟ تقول له تلفزيون. التلفزيون ده عملوه ازاي؟ عملوه كذا. كل سؤال لحد ما انت بتتضايق وتقول له اكتم بقى. ده فيلسوف. الفيلسوف علل بعيده، دايما بيسال، كل سؤال بيجيب سؤال. لكن رجل العلم علل قريبه. ده بيتكسر ولا لا؟ تعالى نعمل تجربه. التجربه بيتكسر، خلاص سكوت. مش هيقعد بقى يقول لك بيتكسر ليه وعشان ايه وازاي. لا، هو خلاص قال لك جاوب لك على قد ليه. السؤال بيهتم بالعلل الايه؟ القريبه، المباشره. هناك غير قريبه اللي هي البعيده الغير مباشره، لكن هنا قريبه مباشره. هناك بعيده غير مباشره اوليه لها جذور الاصل. ده الفرق ما بين الاثنين. طيب الذاتية، ايه الموضوعية والذاتية دي يا مستر مان؟ هديك مثلا بسيط. دايما يا جماعة الإنسان الذاتي بيمشي على مزاجه، صح؟ الإنسان الذاتي يعني بيمشي على ميوله ورغباته وعواطفه. مش أنا من شوية قلت لك إن بيمشي على مزاجه ولا ليه قوانين ثابتة بيمشي عليها؟ على مزاجه. طالما على مزاجه يعني ماشي بالذاتية ولا الموضوعية؟ ذاتي. ذاتي يعني ايه؟ يعني مزاجي انا اعمل اللي انا ايه. يعني ماشي على كلمه الذاتيه دي يا جماعه، يعني ماشي على ميوله، على رغباته، على اهواه، على دماغه، على تفكيره. لكن رجل العلم مش بيمشي على مزاجه. رجل العلم اللي بيمشي التجربه، صح؟ يعني تقول له دي بتتكسر، يقول لك والله ما اعرفش، تعالى نتاكد. كلمه قال لي تعالى اتاكد يعني عايز يمشي على مزاجه ولا عايز الحق؟ عايز الحق. وطالما عايز الحق
يبقى عايز يوصل للحقيقة، والحقيقة أساسها موضوعي، والموضوعية يعني البعد عن الميول والرغبات والمزاج. ما تمشيش على مزاج. احنا قدامنا تجربة قالت يمين يمين، قالت شمال شمال. يبقى مين اللي بيمشي على مزاجه؟ الفيلسوف. لكن مين على التجارب والابحاث؟ عشان كده موضوعي. فهمتوا يعني ايه موضوعيه وذاتيه؟ صح. فدايما اللي بيمشي على التجارب موضوعي، اللي بيمشي على دماغه على مزاجه انسان ايه؟ انسان ذاتي. طيب الاثنين بيكملوا بعض؟ برضه الاثنين بيناتهم توافق، الاثنين بيناتهم تكامل، الاثنين بيناتهم ارتباط. ازاي يا مستر؟ عمال تقول لي اختلافات اهو، ده بيدرس كذا وده بيدرس كذا وده بيدرس، ازاي في تكامل؟ هقول لك. عامل زي بالظبط انت واختك في البيت. اختك بتطبخ وانت بتكنس. في اختلاف ولا مفيش؟ ها، اختلاف ولا مفيش؟ اختك بتطبخ وانت بتكنسي، بس انتوا الاتنين اساس بتنظموا الايه؟ البيت. صح. يبقى انتوا لو واحد فيكم غاب، يبقى في حاجه هتبوظ في البيت ولا لا؟ نفس الموضوع. المرابط ما بين الفيلسوف والعالم ان العالم بيهتم بالامور الماديه، ده نص الكون. طب ما الفيلسوف بيهتم بالامور الايه؟ المعنويه. يبقى انا كملوا بعض ولا ما كملوش؟ كملوا بعض. العالم بيهتم بالامور العلل القريبه، طب الفيلسوف بيهتم بالعلل الايه؟ البعيده. يبقى انا جبت كل حاجه ولا لا؟ جبت كل حاجه. فهمتوا؟ فهمتوا الاثنين ازاي بيكملوا بعض؟ تمام. عشان ما يجيش يقول لك الله ده في اختلاف، ازاي مترابطين؟ بشكل بسيط زي المثال اللي اعطيته لك بتاع اختك. انا بعمل حاجه واختي بتعمل حاجه، بس احنا الاثنين بنكمل البيت. بيرفكت. تمام. طب تعال نشوف السؤال ده. بيقول لي ان الفلسفه معرفه ظنيه لا يقع عليها الاجماع، يعني كل واحد بمزاجه. خدوا بالكم، اجماع يعني كل واحد ايه؟ بيقول اللي هو عايزه، حد بيجمع عليه. بينما الرياضه هي نموذج العلوم من حيث الدقه واليقين. هنا الاختلاف بين الفلسفه والعلم. هنا بقى العلم يا ترى في الموضوع. لو انا جيت بقى احل واد ذكي، موضوع الفلسفه ايه؟ مش انا قلت لك الموضوع كلي معنوي مجرد؟ هل كلمني عن اي حاجه الامور الكليه الغير محسوسه الغير ملموسه الغير ماديه؟ ما كلمنيش، يبقى ما تنفعش الموضوع. انزل كده المنهج. المنهج عقلي تاملي تحليلي. صح. صح. الفلسفه هل هو بيكلمني عن انه عقلي تاملي تحليلي؟ الا براهين؟ ما اتكلمش. طيب الغايه اللي هو الهدف، تمام، ولا الذاتيه طبعا الغايه اللي هي مين اللي بيهتم بالعلل البعيده؟ واحد بيهتم بالعلل القريبه. هل في هنا علل بعيده او قريبه؟ ما جابليش برضه. الذاتيه والموضوعيه، لسه انت قايل لي دلوقتي، قايل لي ان الفيلسوف بيمشي على ايه؟ على مزاجه. لكن جاب لك الرياضه دي علم مش فلسفه، علم. قال لك فيها دقه ويقين، يعني بتعمل تجارب عشان توصل للدقه بالتجارب. هنا عايز يكلمك عن الذاتيه والايه؟ والموضوعيه. الفيلسوف ذاتي بيمشي على مزاجه لدرجه ان مفيش حد بيجمع على حاجه، كل واحد بيقول حاجه بالتانيه. تمام. يبقى تلاقي الذاتيه والموضوعيه. اللي بعده، لقد ساهم علم الطبيعه في تقديم نظريه المعرفه، حيث تحولت الى الاتجاه التجريبي. خدوا بالكم يا جماعه، لقد ساهمت علم الطبيعه، لقد ساهم علم الطبيعه في تبديل نظريه، حيث تحولت الى الاتجاه التجريبي بعد أن سيطرت عليها النزعة العقلية الميتافيزيقية. اتحولت للتجارب تجسد العبارة. تناقض بين الفلسفة والعلم، احنا اتفقنا ان مفيش تناقض خالص. صح؟ ده في ترابط، ده في اشتراك، ده في تكامل. طب اعتماد الفلسفة على العلم، ولا التضاد بين الفلسفة والعلم، ولا اعتماد العلم على الفلسفة؟ هنا نقرأ السؤال. هو بدأ بمين؟ لقد ساهم علم الطبيعة في تبديل نظرية المعرفة، حيث تحولت إلى الاتجاه الايه؟ التجريبي، بعد أن سيطرت عليها النزعة الايه؟
يبقى هي كانت من ايه لايه؟ ها، كانت من ايه لايه؟ كانت فلسفه. مين الاول؟ مش هو بيقول لك اتحول اتجاه تجريبي بعد ان، يبقى الاول كان فلسفه ولا كان علم؟ الفلسفه. تعال، بيقول لك علم الطبيعه في تبديل نظريه المعرفه، تبديل نظريه حاجه جت مكان حاجه، بص كده، حيث تحولت الى الاتجاه التجريبي، الاتجاه التجريبي اللي هو ايه؟ العلم. صح؟ صح؟ تحولت الاتجاه التجريبي، يبقى هي كانت في الاول ايه؟ بعد ان سيطرت عليها النزعه العقليه، يعني كانت الاول نزعه عقليه فلسفيه، دلوقتي تحولت لتجربه، يبقى علم. يبقى اعتماد الفلسفه على مين؟ ها، على العلم، والعلم على الفلسفه. تمام؟ طيب اللي بعديها. ايوه. طب ما هي هنا هي مكتوبه الفلسفه على ليه؟ على العلم. لا، العلم على الفلسفه. العلم على الفلسفه هي اللي صح. العلم على الفلسفه هي اللي صح. العلم هو اللي بيعتمد على ايه؟ هو اصلا المفروض الاثنين احنا اصلا واخدينهم في المنهج، الاثنين مكملين ايه؟ بعض. فكان ما يقوليش اعتماد، يقول لي تكمله لايه؟ لبعض، وكانت دي الصح. دي الصح. اللي بعديها، المفروض اعتماد العلم على ليه؟ لان مين اللي كان الاول؟ الفلسفه، وعاده احنا عارفين ان مين الام العلوم؟ الفلسفه. رقم اللي بعديها، ما يمكن ان نستخلصه من التصورات الفلسفيه انها متباينه، يعني متغيره، لا تكاد تتقارب في بعض الامور حتى تتباعد في امور اخرى. تصف العباره الفلسفه من حيث انها عقليه تامليه تحليليه. الفلسفه فعلا عقليه تامليه تحليليه، بس هنكمل. تبحث عن العلل البعيده للظواهر، ذاتيه وتصطبغ بالصبغه الانسانيه، كليه معنويه مجرده. فكر بس بذكاء. ليه؟ لانه فوق قال لي ايه؟ انها متباينه، لا تكاد تتقارب في، يعني متباينه يعني بتختلف من شخص لايه؟ شخص. كل واحد بمزاجه، يبقى ذاتيه. انت قلت لي انه ماشي على مزاجه، يبقى كل واحد غير التاني، يبقى فعلا ذاتيه. تمام. اللي بعده، يدرس علم الاجتماع موضوعات مثل الانتحار والادمان والانحراف والصراع، والعمل على علاجها في الواقع الفعلي. توظف العباره العلم من حيث انه عقلي تأملي تحليلي. من وجهة نظركم العلم عقلي تأملي تحليلي؟ لا، دي الفلسفة، يبقى ابعدي، غوري في داهية، امشي. طب جزئي حسي مادي؟ بس نكمل. يبحث عن العلل البعيدة، هو العلم بيبحث عن العلل البعيدة؟ لا. طب كل معنوي مجرد؟ يبقى الإجابة بتاعتي إيه؟ جزئي حسي مادي، هو ده العلم، لكن كله بقى إيه؟ فلسفة. اللي بعدها، هناك فرق كبير بين العلم الذي يهدف إلى تفسير ظاهرة جزئية معينة، وبين الفلسفة التي تتجاوز هذه الظاهرة الجزئية إلى ما وراءها، يعني الأمور الكلية. يحكي ذلك الفرق بين الفلسفة والعلم من حيث موضوع ولا منهج ولا غاية ولا ذاتية ولا موضوعية؟ ركز. ركز، الإجابة سهلة قوي. ها، ليه الغاية؟ هو الغاية بتاعتنا إيه؟ ها، هي الغاية بتاعتنا إيه؟ علل بعيدة؟ لا، ده الغاية بتاعتنا هناك الاثنين، الوصول للإيه؟ للحقيقة. هنا بيسألني عن الفلسفة والإيه؟ والعلم. طيب الغاية بتاعتهم ده العلل القريبة والعلل البعيدة، هل فوق بيتكلم لي عن العلل البعيدة والقريبة؟ ركز كده معايا. هناك فرق كبير بين العلم الذي يهدف إلى تفسير ظاهرة جزئية معينة، وبين الفلسفة. أولا، مين اللي أنا قلت لك فين كلي وفين جزئي؟ كان في أنهي اختيار؟ كان في أنهي رأس السؤال؟ موضوع ولا منهج ولا غاية؟ ها، موضوع. مش انا قلت موضوع الفلسفه كلي، لكن موضوع العلم جزئي.
دي تمشي. طب ليه اختارها الغاية؟ عشان برضو فيها حتة عايز اتعمق شوية. هنا قال لي تفسير ظاهرة جزئية معينة، وبين الفلسفة التي تتجاوز هذه الظاهرة الجزئية إلى ما ورائها. هو عايز يجيب لي العلل الإيه؟ البعيدة، بس هو صيغها بشكل يخليك تروح للموضوع. بس الكلمة الأخيرة اللي هي ما ورائها، يعني دي حاجة قريبة اهي، هو عايز اللي وراه. اللي وراها يعني إيه؟ البعيد، صح؟ فعايز يضحك عليا، بس مش هيضحك عليا، فهنا لازم الغاية. فهمتوا يا جماعة؟ وصلت لكم؟ وصلت لكم؟ هو اتكلم عن الجزئية بس في الآخر الجزء ماشي. عايز بقى التفسير بتاعها. واحد وصل لتفسير قدام والتاني ما وراه، يعني ليه؟ يعني البعيد. يبقى أنا عايز مين؟ عايز مين؟ الغاية. لكن لو عارفين قال ليه ده بيهتم بالظواهر الجزئية وده بيهتم بالكلية، كنت اخترت مين؟ الموضوع. تمام تمام. تعال نشوف اللي بعده. إن الفلاسفة استمدت نشأتها من ميل الإنسان إلى طرح السؤال بدل من الاكتفاء بالجواب، وإلى ممارسة والفحص ومحاولة وضع تفسير معقول للظواهر الطبيعية. نصف العبارة الفلسفية من حيث أنها الفلسفة بقى، هل جزئية ولا تحليلية ولا ذاتية ولا موضوعية؟ تحليلية بيقول لي فحص فوق، صح؟ بيقول لي ليه ما اخترتش من الذاتية؟ ما هي برضه الفلسفة ذاتية، لأنه ما قاليش وجهة نظر، كل واحد ماشي على مزاجه. ده هو بيقول لي ده انا بفحص كل حاجه، يبقى بحلل كل حاجه. جزئيه وموضوعيه ما تنفعش، لان دي تبع مين؟ تبع العلم، صح؟ تمام. اللي بعديها، يهتم علماء الفلك بدراسه حركه الكواكب والنجوم ودراسه حاله الطقس والتغيرات الجويه. تلخص العباره العلم، هيسالنا عن العلم من حيث الموضوع ولا المنهج ولا الموضوعيه ولا الغايه. بدراسه حركه الكواكب والنجوم، دراسة حالة الطقس والتغيرات الجوية. إجابتكم ليه المنهج؟ بدراسة عشان وجهة نظر تحترم. ها، في إجابات تانية؟ موضوع. في إجابات تالتة؟ إيه؟ كانت الموضوع. ليه الموضوع؟ ليه الموضوع؟ لأن دي كلها أمور محسوسة مدروسة. وما قاليش أولا ما اخترتش المنهج ليه؟ هل جاب لي سيرة التجارب؟ الملاحظات؟ فرض الفروض؟ المعمل؟ ما جابليش. ده بيقول لي انا بدرس حركه الكواكب والنجوم، يعني حاجات محسوسه وملموسه، ودراسه حاله الطقس. تمام جدا. كلها دي حاجات ظواهر طبيعيه، ودايما الظواهر الطبيعيه من ضمن دراسه العلوم الايه؟ او الدراسه العلميه. هنا لو قال لي بقى بالتجارب والابحاث كنت اخترت المنهج. طيب بيقول لي فلسفه افلاطون نمت في جو علمي، فنظريه المثل ليست الا منهجا استدلاليا رياضيا، حيث اعتبر الرياضيات معرفة تقريبة من عالم المثل. يعني عالم المثل يعني عالم عالي قوي، ما فيهوش أخطاء، ما فيهوش مشاكل. تجسد العبارة التجامل بين الفلسفة والعلم، التعارض بين الفلسفة والعلم، التضاد بين العلم، التعارض بين الفلسفة والعلم. كلهم غلط، هي التكامل هي الصحيحة بس مش أكتر. يظل الفيلسوف هو ذلك الإنسان الذي نتجه نحوه أو تتجه نحوه الأنظار في اللحظات الحرجة من التاريخ، وذلك لأن لديه التفسير الشامل، أو يحمل نوايا لكل شيء. هنا إن الفلسفة تتمتع بنظرة كلية جزئية موضوعية مادية. أولا جزئية غلط، موضوعية غلط، مادية غلط، يبقى كلهم تبع العلم. ممتاز، كلية. تمام. أصبح العلم من القوة حيث أخذت مناهج فلسفية كبيرة بالاستفادة من مناهجه ونتائجه، وانعكست آثاره على الفلسفة ومناهج البحث. تجسد العبارة التناقض بين الفلسفة والعلم
التضاد، اعتماد الفلسفة على العلم، اعتماد العلم على الفلسفة. طبعا دي أسئلة أنا مش بحبها، في نوع من الإيه؟ من التوافق. هنا بيقول لي أصبح العلم من القوة بحيث أخذت مذاهب فلسفية كبيرة بالاستفادة من مناهجه. هنا بقى بيقول لي الفلسفة هي اللي بتستفاد إيه؟ على طول الإجابة اعتماد الفلسفة على مين؟ على العلم. ولكن أنا مش بحب الأساسيات، الأسئلة دي المفروض في توافق أو ترابط، بس طالما هو جايبها لي في السؤال مفيش مشكلة. تعالى اتفضلي. السؤال اللي قبليه هو يظل الفيلسوف، صح؟ يظل الفيلسوف هو ذلك الإنسان التي تتجه نحوه الأنظار في اللحظات الحرجة من التاريخ، وذلك لأن لديه التفسير الشامل أو يحمل الأمور لكل شيء، يعني بيدرس كل شيء. يبقى أكيد دراسته إيه؟ كلية، لأن جزئية مش تبع الفلسفة، موضوعية مش تبع الفلسفة، مادية مش تبع الفلسفة. تمام يا جميل؟ ماشي يا ليه انت قاعدة شوية. المهم، المنطق.